السينما في مصر قدمت ثقافة، قدمت فكر، قدمت وعي، قدمت حضارة، قدمت نجوم عظام، قدمت كل حاجة. لما حضرتك كنت تغير السينما وتعمل برنامج هدفه الأساسي كشف المفصول في الحياة الشخصية للنجوم، يعني هل أنا يعنيني إن فلان كان بيعرف فلانة وعلى علاقة معاها، هل فلانة كانت علاقتها بفلان شرعية ولا مش شرعية، هل فلان ابن حلال ولا جاب بشكل مش مظبوط، هل فلانة كذا وكذا وكذا وكذا. هل انت شايف ان ده بينمي ثقافة الجمهور؟ هل انت شايف ان الناس محتاجة هذا القدر من النميمة؟ هل انت شايف ان النجوم محتاجة هذا القدر من الفضائح؟ طيب خلينا نتكلم مع بعض الصراحة. انا حافظ على كلمة الفضائح لسبب بسيط. انا اتحدى اكيد ولا من الكلمة عن برنامج الكريم. انا اتحدى ان يكون حد اتفرج على البرنامج وطلع فضيحة واحدة. كل ما في الامر انه انا ادعو اني شاطر. خالد ابو نادى اسفة ايه يعني انه في فترة انفصال والدي عن والدتي تم انهم اتقابلوا وكذا وكذا وكذا، هذه في الفترة دي واحنا في مجتمع شرقي اولا واخيرا احنا لا نقر انه يعني انه في حد ممكن تتم هذه العلاقة ضمن الزواج. لا خالد مش حاجة. خالد بيقول ماما وبابا كانوا منفصلين مش مطلقين. وفي فترة انفصالهم حصل تقارب بينهم في محاولة لاحتواء الفجوة اللي حصل بينهم. اثناء تقاربهم ده حدث لقاء بينهم يحدث بين اي زوج وزوجته طالما انها على ذمتها. احنا قصنا انفصال الفراغ. ده السهم ولا الانفصال انت معذورة. حتى في مجلس الشعب قدموا استجواب لانه الراجل بيقول انهم منفصلين مش انهم مطلقين. تم تفسير ده. وبعدين الراجل بيتكلم على انه قصة ست الحرونة في امبراطورية مين لما اجتمعت مع كل ولادها عشان تقول لهم تعالوا انا في راجل في حياتي. انا على نفس السيناريو ده امي اجتمعت باخواتي الكبار وقالت لهم تعالوا عايز اقول لكم انا حامل من باباكم، وده تم اثناء فترة رغبته او محاولته في انه عايز اقول بقى ارجع تاني لسؤالنا الاساسي في السينما. هقول لحضرتك نجوم البيوت بتشوفوا في برامج النجوم بيتكلموا عن تحولاتهم بشكل مفتوح قوي وبشكل صريح جدا، ونجوم الشاشة دول من حق الجمهور في لحظة من اللحظات ان يشوف اي بعد شخصي عنهم، لانه نجوم سينما. انا ما جبتش ناس في المجتمع دخلت عليهم بيوتهم واسالهم انتوا عايشين ازاي. كل ما اشيع عن البرنامج من قبل ما يتم تصويره، لو تابعت حضرتك في النت بدأ الهجوم على الجريئة قبل ان يتم تصوير الجريئة. ده نمبر 1. نمبر 2 ما حدث في الجريئة ان في بعض اسئلة الناس مش متعودة ان في برنامج تلفزيوني يسأل في مثل هذه الاشياء. تعالوا نستعرض الاشياء ايه هي. لما يعني إيهاب شاهين تحدثت عن انها ضحت من اجل الفن بأمومة، وانها بتقول يعني بتختزل في البرنامج بتقول انه انا اقدمت على تجربة الاجهاض مرتين، واعترفت بان هذا الخطأ منها الى الحد انها كمان ذهبت الى محاولة تجريم نفسها وقالت ان ربنا عاقبني باني بعد كده لما حبيت اخلف ما عرفتش، وتصورت انه ده اي عذر مروعة في هذا الاعتراف وفي هذه الصراحة من الإسرائيل الإسلامي، من ان الانسان يعترف ويقرر انه اخطأ، وانه بيعلم اجيال قادمة انك لابد انك تعرف ان في ثمن انت بتدفعه لاختيارك، وخاصة لو كان اختيارك ده ضد مشيئة ربنا. احنا مجتمع اعتدنا على التكليف، على ان احنا نكذب ونتجمع، واعتدنا ان النجوم يطلعوا مؤلفين نفسهم في الكراسي وعلى انهم ملائكة لا يخطئوا على الاطلاق. اول محاولة للبرنامج التلفزيوني انه يدفع النجوم ذاتهم لانهم يحكوا بصراحة شديدة عن اخطائهم، وما كنتش بحكيها بانه بيتباهوا. يعني فاروق العشاوي لما اقرر واعترف في البرنامج بانه كانت غلطة وانه اتحرم من حفيدته، وانه غدر عنه الظروف اتحرم منها، وانه الان بيحتضنها ولا تفرق على الاطلاق. اي جمال وعظمة في هذا الشيء. الهجوم على الجريئة انا منتظر بس كل اللي هاجموا الجريئة
ان يشاهدوا الجريئة مرة اخرى حينما سيتم اعادته على نهاية السينما، وانا مصر انه يعاد على نهاية السينما مرة اخرى لسبب وحيد فقط. نفسي اسمع من سيهاجم الجريئة. تعرف في ظروف رمضان الكتابات عليه كانت كتابات خيالية والهجوم عليه خيالي، وصل الامر اني رفعت سماعة التليفون على رئيس تحرير احدى الصحف وسألته اسأل المحرر اللي هاجم الجريئة من فضلك، لو قال لك انه شاف البرنامج او شاف الحلقة دي يبقى خلاص انا مش معترض. وحدث انه اتصل اعتذاري قال لي عمر اكتشفت انه شاف البرنامج. ثواني استاذ أمال عثمان من تحرير اخبار النجوم حينما ظهرت معي في برنامج العاشرة وهجمتني على حلقة إلهام شاهين وسألتها الحلقة على الهواء وده مسجل على الأمان، اتفرجت على الحلقة قلت لي لا تشوف. اوكي مع احترامي وتقديري احنا مش بنهاجم الهجوم، بس انا عندي سؤال، هل انا يعنيني الحياة الشخصية للنجم؟ هل انا يعنيني اتجوز كم مرة؟ هل انا يعنيني بيحب الوان ايه؟ هل انا يعنيني الكلام ده كله؟ ولا ده في اطار برضه النميمة اللي تنشر للناس عن حاجات مهمة؟ لا يعني لا احكي لحضرتك ان هناك النجوم الرموز اللي طول الوقت احنا بنستضيفهم في البرنامج ده عشان يحكوا تجاربهم. اوكي في لحظة انت عايز تشوف هذا الرمز اللي ربما يقتض بيه شباب انه عنده اخطاء، وخاصة ان كنا حريصين جدا على ان نحكي الاخطاء وماذا جنى هذا النجم وهذا الخطأ. بس انا في قضية اختيار الرموز انا برضه يعني مين اللي بختار رمز؟ انا بختار رمز لو انا شاب عندي 18 سنة بختار فلان العلاني عشان بيلبس حاجة معينة، انا باخده كقدوة في التيشيرت في قصة الشعر في كذا، لكن لما انا ابقى بثقافة عمر زهران واقول ان دول الرموز الذين يجب الاقتداء بهم يبقى ده اختيار خطأ من حضرتك، يبقى انت اللي مش قادر يعني تختار رموزك. ومين قال يعني مع الاحترام للفنانين ومين قال ان النجوم هي ام كلثوم دي ما كانتش رمز، عبد الوهاب ما كانش رمز. لو عملنا هذا المنطق مع بعضنا في فكرة ايه من نجومنا رموز ولا مش رموز، شباب شئنا ان ابينا. هناك انا كنت في الليل السنة عندي ميعاد مع تامر حسني ورحت علشان اشوف تامر حسني، كنت قاعد اتفرج على الجمهور تامر حسني مش بتفرج عليه، انا قاعد مشدود ومذهول من كم الالاف من الولاد الشباب الصغيرين اللي قاعدين متيمين بتامر بدرجة 3 مع بطه، ففي سر واقف بره الولاد بدرجة تامر لحد الساعة 7-8 الصبح قاعد يستقبل في ولاد وهو مش شايف قدامه. عشان بس احكي لك بس ده يعني ايه؟ يعني ان تامر ده اصبح سواء شئنا ام ابينا من غير ما نحط راسنا في الرمل هو قدوة بيمثل مثل الاستطاع عريض الشباب. لما جيت تعمل النهارده في برنامج تلفزيوني يروي احيانا انه في لحظة من اللحظات قد خاض تجربة فاشلة نتيجة فهم خاطئ ليه لمفردات الحياة ويعترف امام الجمهور ده انه اي قيمة انا اخرى ممكن اقدمها كاعلامي وكتلفزيون. ما كانش المقصود تشهير ولا فضايح عمار لانه لم يحدث. ايه الفضايح؟ ايه الفضايح دي؟ انا لسه حد بس يقدم لي فضيحة واحدة من فضايح الجريمة، لسه حد يقول لي على سؤال واحد في كم فضيحة.